احنا كأهل كتير بيحصل ان انا ابني او بنتي بقى عندهم كوفيد، عندهم برد، عندهم اي مشاكل صحية. قعد الابن او البنت في البيت لفترة، بعد كده خبطنا على المدرسة علشان الولد يكمل. وعلشان يكمل كل حاجة ابتدت تقل وتنزل. طيب المدرسة ابتدت تشتغل معاه شوية، لكن مع الشغل شوية من الوقت يبتدوا يلاقوا انه الطالب او الطالبة عنده مشكلة باينة جدا. احنا كأهل طبعا بنبقى من الناحية التانية بتاعتنا لا 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 لا، الولد كويس واحنا شغالين معاه وهنشتغل معاه دروس خصوصية وهيبقى شغال كويس جدا. جماعة يعني هي الموضوع ما يتحولش كده. يعني لو احنا الولد كان عنده كوفيد وقعد في البيت لفترة طويلة جدا، راح المدرسة ابتدت تشتغل معاه، المدرسة بتاعت الفصل هو مش شغال معاها قوي، ابتدوا يشتغل معاها في سبورت جروب صغير، في سمولر جروب صغير يشتغلوا معاه. وهم بيعملوا كده ابتدوا يلاقوا ان الطالب برضو مش بيحصل اللي المفروض يحصله وهم في سمولر جروب. فلما بعت للأهل بيسألهم أو بيقول لهم إنه الطالب محتاج تعرف أكتر، إن هم يسألوه هل محتاجين إن انتوا تروحوا لمركز أو لمكان، المفروض جدا جدا إن أنا كمدرسة أبقى عندي الإحساس بإن ده حاجة أنا محتاجة أعملها. أنا محتاجة بقى يعني عملنا شوية خطوات، إحنا معاكم بنشتغل مع الطالب والمدرسة بتاعته بتشتغل معاه وفي سمولر جروب بيشتغلوا معاه، لكن هو مش بيحصل المطلوب. فإحنا محتاج إن إحنا نروح المركز دول يقولوا إيه أخبار الطالب. في الحقيقة دي حاجة مهمة. مش احنا كمدرسة، مش احنا كأهالي مش احنا كأهالي نبتدي نزق المدرسة اكتر ان هي انتوا اللي محتاجين ان انتوا تعلموا الطالب، ونفضل وراه انه لا انتوا اللي تعلموا الطالب. هم حاولوا على فكرة، ومادام حاولوا وما عرفوش يبقى احتمال يكون في حاجة محتاجينها اكتر من كده. والحاجة اللي احتاجها على فكرة ممكن هو اي حد يروح مركز يشتغل لمدة كام شهر، يشتغل لمدة اكبر حاجة سنة مثلا، وبعدين يبتدي يتحسن وابتدي اشتغل ابيك اب. احنا محتاجين جدا جدا ان احنا نسمع كلام المدرسة. مادام الطالب بتاعنا ابتدى جوه المدرسة يعاني جدا وعانى معاكوا كأهل، يبقى في الأغلب الطالب ده يستحسن جدا ان احنا نروح لمركز ونسأل منهم يا ترى ايه اخبار الطالب.